نحن مأمورين باتباع الأنصار طبقا للآية 100 من سورة التوبة، تتفق؟ المهاجرين والأنصار السابقون، نعم. عظيم. اتباعهم في العموم أم في حالة الصواب وعدم مخالفة أمر الله عز وجل؟ الرسول قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني يستحيل أن تجتمع الأمة على خطأ، يعني أنت تفترض شيء. إذن الأنصار معصومون. أعد كلامك. إذن الأنصار معصومين. لا، هم ليسوا معصومين، لكن هم يأخذون من المعصوم. عندما تأخذ من المعصوم يخطئوا. كيف يا رجل، كيف يخطئون وهم يأخذون من الرسول؟ يعني أنت كلامك هنا يعني معصومين، تناقض واضح. يعني معصومين ما بيخطئوش. أنا اسمع، أنا عندما أخذ كلام الرسول من الطبيعي ألا أخطئ. يبقى إذن هم لا يخطئوا في التبليغ. يعني هم لا يخطئوا. أنا لم أقل أنهم معصومون، هم يأخذون من معصوم الرسول. يعني يخطئوا أو لا يخطئوا، ما هو ملهاش حل ثالث. لا، هم لا يخطئون لأنهم يأخذون من الرسول. الرسول يأخذ. إذا معصومين. لا، هم ليسوا معصومين يا رجل أنا كلامي واضح. قلت لك أنهم يأخذون لا، كلامك مش واضح. ما هم إما أن يكونوا على عصمة ولا يخطئون. كيف يخطئون؟ أنا عندما أنت أيوة، إذا هم لا يخطئون، هم يتبعون النبي. هم يتبعون النبي. أنت معنى كلامك أن من يتبع الرسول هذا الشخص يخطئ. لا، إذا كان النبي نفسه بيخطئ عندكم قطع على اللي بيتبعوا. معنى أن أنت تخطئ الرسول. خلاص. أنا عايز جواب. هم يتبعوا الرسول. اسمع يا أخي، أنا عندما أتبع الرسول كيف أخطئ؟ يعني عندما أصلي أنا عندما أتبع الرسول في الصلاة هل أخطئ؟ الأنصار يتبعوا الرسول. الأنصار يتبعون الرسول، ومن يتبع الرسول لن يخطئ في أمور. يعني عندما أتبع الرسول في الصلاة كيف أخطئ؟ هل معنى أن أنا إذا صليت بما أن في الرياضيات بما أن الأنصار يتبعون الرسول إذا هم لا يخطئون. بما أن الأنصار يتبعون الرسول، عندما أنا آخذ من الرسول كيف أخطئ؟ عندما أتبع الرسول في الصلاة. إذا الأنصار يتبعون الرسول ولا يخطئون. إذا الأنصار يتبعون الرسول ولا يخطئون. هم يخطئون ليسوا معصومين، ولكن إذا أخذوا من الرسول لا يخطئون. يعني هم دلوقتي بياخذوا من الرسول؟ نعم طبعا، أكيد في أمور الدين. نعم لا شك. يبقى لا يخطئون. إذا أخذوا من الرسول لا يخطئون. نعم. يبقى إذن هم لا يخطئون لأن هم بياخذوا من الرسول. نعم، هم يأخذون من الرسول، ومن يتبع الرسول لن يخطئ في أمور الدين. إذا لا يخطئون. إذا أخذوا من الرسول لا يخطئون. نعم. هم بياخذوا من الرسول. نعم. إذا لا يخطئون. نعم، في أمور الدين. نعم لا يخطئون إذا أخذوا من الرسول. نعم لا شك. واخد بالك حجينا؟